المدينة اللي بيزورها 3 مليون سائح كل سنة، وخدت لقب بيست فود ديستنيشن في العالم 2019 لأن مشهورة بالصيد والسي فود الفريش لمحبين السي فود. المدينة دي خدت كمان وورلدز بيست سستينبل ديستنيشن 7 مرات على التوالي. المدينة دي بيسموها كمان ليتل لندن أو لندن الصغرى، وهي مش في انجلترا، المدينة دي في السويد، وهي تاني أكبر مدينة في السويد، مدينة يوتيبوري. يوتيبوري واحدة من أهم المدن في السويد، بتجمع بين التاريخ، الصناعة والابتكار. طلق منها شركات عالمية غيرت العالم زي فولفو، أول شركة سيارات اخترعت حزام الأمان اللي أنقذ حياة الملايين. شركة اسكويف ليها كمان تاريخ طويل في إنتاج الرمان البيلي من سنة 1907. وطبعا هاسلبلاد لصناعة الكاميرات الاحترافية اللي استخدمت في تصوير رحلة أبولو للقمر. تعالوا في فلوج النهارده ناخد جولة في مدينة يوتيبوري أو ليتل لندن زي ما بيقولوا. وهي اشتهرت باسم ليتل لندن لان معظم المهاجرين من 200 سنه كانوا من انجلترا، زائد كمان ان المدينه دي يعني يمكن تشبه لندن شويه لان هي برضو اكتر مدينه ممطره في السويد. فلو حد يجي المدينه دي سياحه، يا اما يجي في الصيف، وطبعا انت وحظك في الصيف لو مطره او شمس، او يجي في وقت الكريسماس او اجواء الشتاء. معلومة ظريفة برضو عن اسم ليتل لندن، يعني برضو مشهور هنا في بعض المطاعم والكافيتريات. في مطاعم وكافيتريات بيستخدموا اسم ليلا لندن، ليلا هانوي، ليلا اسطنبول. فهو ده زي ما تقولوا كده الثيم بتاعت المدينة. طيب خلينا نبدأ هنا. طلعت آخر دور في الباركينج أفرجكم على المدينة من فوق، وفي مشاريع كبيرة جدا بتتم في المدينة، مشاريع بمليارات. وأكبر مشروع بيتم هنا في وسط المدينة هو مشروع فيست لينكن. المشروع ده بيكلف مليارات، وكان في ناس كتيرة ضد المشروع ده لأن مكلف جدا ومش شايفين إنه مفيد للمدينة. بس هي الفكرة من المشروع ده إن يبقى فيه قطر يمشي تحت الأرض، ويبقى ليه كذا محطة في وسط المدينة ويسهل الحركة للناس. طيب حد هيسألني بيجيبوا فلوس المشروع ده منين؟ بيجيبوه من فلوس الضرايب، زائد بيجيبوه من حاجة اسمها ترينكسل سكات. ترينكسل سكات ده عبارة عن محطات منتشرة هنا في مدينة جوتنبرج. فلما العربية بتعدي بتلقطك بالكاميرا، والتعدية بتبدأ من 9 كورونا لحد تقريبا 21 كورونا، وعلى آخر الشهر يجي لك فاتورة بالمرات اللي انت عديت فيها وتدفع فلوس للدولة. فبياخدوا ثمن المشروع من الفلوس ترينكسل سكات وكمان فلوس الضرايب. وفي الاول والاخر الحكومه هنا لو في مشروع جديد بتنفذه ايا كان بقى راي الناس المشروع ده مفيد ولا لا. وكان في مظاهرات، وكان في حتى حزب ضد المشروع ده، وناس كتيرة قالوا لأ، وبرغم كده الحكومة قررت تبدأ وكمل في المشروع الضخم ده. واحتمال المشروع ده كمان يتأخر لحد 2030، فهنشوف هيكلف كام في الآخر. مدينة يوتيبوري مدينة صعبة جدا في السواقة، لأن كل يوم والتاني شارع يتقفل وشارع جديد يفتح. فيعني عشان تعدي مثلا شارع بالعربية ممكن تلف حوالين السيتي سنتر كله عشان توصل للمكان اللي انت عايزه. شايفين اللي هناك ده أطول برج في اسكندنافيا، حاجة و70 دور وطوله 245 متر. واغلى شقه في البرج ده بتقريبا 70 مليون كورونا سويدي. بنت هاوس 5 غرف 300 حاجه و60 متر. فالبرج ده يعني واخد المركز الاول حاليا في اطول برج في الدول الاسكندنافيه. اللي بيميز برضو مدينه جوتنبرج ان الجبال محوطاها من كل مكان، فهتلاقوا فيو بوينتس كتير جدا. الواحد ممكن يطلع بالعربيه، يطلع بالعجله او مشي، ويستمتع بمنظر المدينه من فوق. شوفوا الجميل هنا ان يستغلوا جدران المشروع ده ان يعملوا فن في كل المدينة، يعني فن بشكل جميل جدا. والله مدينة سياحية برضو، يعني يجي منها. شايفين بصوا الأجواء، السياح وبتاع. وهنا عندنا الملك بتاع زمان من 400 سنة شاور بصباعه وقال لك بقى يا معلم هنا مكان المدينة بالظبط في المكان ده. فهو رشق صباعه في المكان ده، ومن هنا تأسست مدينة يوتيبوري. كله بيستمع لتاريخ مدينة يوتيبوري، تاريخ 400 سنة، يعني مدينة مش قديمة قوي. وكان السنة اللي فاتت كان في احتفالات 400 سنة، وكان احتفالات كبيرة جدا وهيصة بقى وأغاني. فزي ما تقولوا هنا النقطة بتاعت السياح بيتجمعوا عشان يركبوا التور باص وياخدوا جولة حوالين المدينة. في برضو قطر الأطفال بيركبوه. وكده كده أصلا مدينة يوتيبوري مدينة صغيرة، يعني هي أوضة وصالة. ممكن الواحد ياخد سكوتر أو عجلة ويلفها بنفسه، او يركب مثلا ترام ويوصلك في كل مكان. برضو قناة تور، يعني واحد ممكن يركب مركب
ويلف في النهر حوالين المدينة. في المكان ده بقى نقطة اسمه اوشن باص، زي اتوبيس بيلف بيك المدينة وكمان ياخدك جولة في النهر. شيء جميل جدا، فانصح اي حد لو في ستوكهولم او يوتوبوري يجرب الاوشن باص. سعره 310 كرونة، فيعني تجربة مختلفة شوية. معنا شوية سياح هنا برضه يا شباب، فما شاء الله يعني مدينة سياحية وبيجي لها ناس من جميع أنحاء العالم. 3 مليون سائح كل سنة. ده واحد من الأوتيلات الجميلة هنا في وسط المدينة. زي ما انتم شايفين في بيسين فوق في آخر دور. جنب الأوتيل ده على طول في الصالة هالاند. فالصالة هالاند ده لمحبين الجبن واللحمة واللانشون والحاجات اللي هي يعني درجة أولى. ومكملين اليوم الثاني في عاصمة السويد يوتوبوري. لا، هي مش عاصمة السويد. سكان المدينة شايفين ان يوتوبوري تستاهل تبقى العاصمة بدل ستوكهولم. ففي زي ما تقولوا كده نائر ونقير ما بين سكان ستوكهولم وسكان يوتوبوري، كل واحد شايف نفسه افضل من التاني. فهنا في السويد كل مدينة بتعتز قوي بتاريخها واصلها. طبعا انا دلوقتي ماشي في مكان اسمه هيدن. المكان ده جيت صورت فيه من شهر تقريبا، كان في اكبر بطولة كرة قدم للشباب هنا وهي جوتيا كاب، فعملت فيديو عن جوتيا كاب، لو حابين تشوفوه هتلاقوه في البايو. طيب معلومة ظريفة برضو عن السويد، هنا كان بيسوق على الناحية الشمال زمان، لكن الموضوع اتغير في سنة 1967. 5 سبتمبر 1967 كان يوم تاريخي بالنسبة للسويد، والدنيا كانت مقلوبة فوق بعضها، لأن قرروا في يوم وليلة إن هم ينقلوا من السواقة على الناحية الشمال للناحية اليمين الساعة 5 الفجر. وبرغم إن كان في انتخابات ومعظم الناس رفضوا التغيير، البرلمان قرر ينفذ اللي في باله، لأن لما بتسوق على الناحية الشمال وبتيجي تعدي عربية من الناحية اليمين ما بتبقاش شايف اللي جاي في وشك. زائد كمان إن معظم دول أوروبا كانت بتسوق على الناحية اليمين، فكان من الطبيعي إن السويد تغير للناحية اليمين. اللي ورايا دي بقى أكبر ملاهي في الدول الإسكندنافية واسمها ليسباري، موجودة هنا في مدينة يوتوبوري، وبيفتحوا في الصيف وكمان وقت الهالوين بيبقوا عاملين زي سيم فيها عفاريت بقى وحاجات كده، وكمان فاتحين في وقت الكريسماس والشتاء يعني في بقى الوينتر وندرلاند واجواء شتويه جميله جدا. قدام الملاهي هتلاقوا فنادق جوتيا تاورز، فندق جميل جدا، وزي ما انتم شايفين فوق خالص في ناس بتعوم في البسين، منهم للسماء ومنهم للارض. يعني اول فيديو عملته السنه اللي فاتت كان عن مدينه يوتوبوري، وكان فيديو قصير جدا، فانا حبيت بعد سنه من تصوير ومونتاج اعمل فلوج يكون اطول شويه عن المدينه دي، وحابب برضه اعمل عن مدينه ستوكهولم ومدينه مالمو، وكمان ازور بقيه المدن في الدول الاسكندنافيه. فلو عجبكم الفيديو ده لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، وخلينا مكملين الجوله. حابب افرجكم برضو على مدينه ملاهي المائيه تبع ليسباري، لكن حصل حادثه قبل الافتتاح تقريبا بشهر او شهرين، وحصل انفجار والدنيا كلها ولعت، فهم دلوقتي بداوا يعيدوا بناء مدينه الملاهي دي، واحتمال تتاخر كمان سنه او سنتين، فهنشوف يعني. ده متحف فولفو لسه فاتح جديد في ابريل، فهتلاقوا فيه كل العربيات الكونسبت والعربيات القديمه ومن تاريخ فولفو. فلمحبين العربيات انصحكم بزياره متحف فولفو. زي ما انتم شايفين الملاهي مبقاش متبقي منها اي حاجه، فيعني كان يوم حزين جدا لمدينه يوتوبوري، وكمان للناس اللي كانت نفسها تقضي الصيف في مدينه الملاهي المائيه دي. طبعا واحنا ماشيين في مدينه كوتنبرج مش هننسى الاعتصام اللي موجود هنا في جامعه يوتوبوري بوش يونيفرسيتيات، وهو الاعتصام ده بقاله يعني فترة طويلة جدا، يمكن 3 شهور.
دلوقتي وصلت هوجة. هنا برضو المشروع هيبقى فيه محطة تحت الأرض، فهو ده شكل المحطة. بس خلينا مكملين جولة، هفرجكم على واحد من أشهر الشوارع هنا في مدينة إيتوبوري، هو شارع هوجة. فهنا في شارع هوجة يمكن أكتر مكان سياحي في مدينة جوتنبرج، في بقى مطاعم وفي كافيتريات. وهنا في واحدة من أشهر الكافيتريات اللي موجودة، بيبيعوا أكبر سينامون رول في السويد كلها. كمان في الشتاء بيبقى فيه كريسماس ماركت، تبقى أجواء تانية مختلفة خالص، فهو حلو جدا في الصيف وكمان حلو في الشتاء. شوفوا جمال المدينة من فوق. عندنا هناك جولدن بريدج بتاع سان فرانسيسكو، كمان هنا عندنا تمثال الحرية تبع نيويورك. فالمدينة واخدة برضو يعني شبه كده من حتت تانية. بس في الحقيقة تمثال الحرية أو البرج اللي عملوه ده يا جماعة، يعني حبك الناس تحب بعض دلوقتي، يعني مش وقت يا جدعان، احنا عندنا تصوير وتمثال حرية. باختصار هم عملوا التمثال ده كذكرى للبحارة أو السيلورز اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى. الواحد زمان كان ممكن يطلعوا ويتفرج على المدينة من فوق، بس حاليا قافلينه. فممكن واحد يجي هنا، الجبل ده اسمه ماست هوجت، ويتفرج على المدينة من فوق. مكان جميل جدا بصراحة. إيتوبوري تعتبر من أكثر المدن المستدامة في العالم، مدينة صديقة للبيئة، بتعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، وفيها أكبر شبكة ترام في شمال أوروبا على مساحة 173 كيلومتر. تعالوا ناخد جولة جوه المكان ده، اسمه فيسكي شركة. مكان فيه مطاعم سمك، ممكن كمان الواحد يشتري أسماك وسي فود فريش. فده لسه فاتحينه جديد السنة دي، فيلا بينا. بصوا عم الصياد ماسك السمك ده، بيقول له ايه يا عم انت مغليه علينا ليه المرة دي؟ مترخصها شوية يابا. طبعا الاسم غريب شوية، فيسكي شركة، هو المفروض تبقى فيسكي شركة، لكن معروف ان سكان إيتوبوري ليهم لكنة مختلفة، فاللكنة دي بيستخدموها في حاجات كتيرة جدا. معروف برضو ان سكان إيتوبوري ليهم نكت سخيفة شوية، بيسموها داد جوكس يعني. فهم مشهورين برضو بالنكت السخيفة دي، بس احيانا بتبقى نكت لذيذة يعني. بالنسبة للأسعار يعني هي غالية شوية، يعني الجمبري كيلو ب 300 كورونا. عندنا مثلا السلمون ب 350 كورونا، فهي اسعار غاليه بس الحاجه بتبقى فريش. بصوا بقى الكابوريا هنا في السويد بتبقى كبيره جدا، يعني ممكن الكابوريا دي تخشها في كيلو مثلا. عندنا السلمون، عندنا تونه، عندنا اللي هو القشر البياض، واسماك تانية مختلفة بتبقى موجودة هنا في البحر يعني. فالاسعار غالية شوية بس الحاجة بتبقى حلوة يعني. ومع نهاية كل موسم صيف المدينة بتحتفل بمهرجان إيتوبوري الثقافي اللي فيه أنشطة وأكلات من جميع أنحاء العالم. دي كانت نهاية جولتنا في مدينة إيتوبوري. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، متنسوش لايك واشتراك في القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.